كابتن احمد المغربي المدرب العام لنادي راس البر، بنقول لك مبروك الصعود النهارده وماتش كبير ومباراه عصيبه، رايك ايه؟ ما تحرمش منك والله يا كابتن هشام على اللقاء دوت. وانا عامه بشكر حضرتك اولا وكابتن سيف زاهر ان انتوا بتتابعوا الدرجه ديت، يعني في اللي احنا شايفينه. يمكن الكابتن سماح يتكلم ان احنا بدانا معاناه من سنتين، معانا ناس محترمه جدا جدا في مجلس اداره جدا فوق ما تتخيل. في ناس فيهم بتحب الكوره، بس ربما النادي يعني مش عشان انا بحب النادي او انا ابن النادي كان بيمر بظروف معينه في انشاءات في حاجات وما فيش دخل للنادي. انت عارف طبيعي الانديه الدعم بيجي لنا قليل. اتحاد الكوره ما فيش، بعت لنا 10,000 لسه اول امبارح فقط لا غير بتوع القطاعات، لان احنا كنا مشكلين في القطاعات. فدوت كان حافز للولاد ان احنا اخدين عهد انا وكابتن سماح اللي هو ابويا ان انا بحترم، لان هو علمني الكوره وعلمني التدريب وعلمني كل حاجه. فخدنا عهد انا وهو على نفسنا ان احنا نعمل حاجه راس البر ونصعد للدرجه ونقول للناس احنا عملنا لكم اللي انتوا وعدتوا، اللي احنا وعدناكم بيه في اول الموسم. وبكلم الباشمهندس عصام الشالي اللي هو ابونا والدكتور اسامه نعمان اللي هم وعدوا في حاله الصعود. العيال ما خدوش حاجه من اول الموسم ولا جنيه، بس هم وعدوا في حاله الصعود مكافآت كويسه ويعملوا حاجه كويسه للاولاد وحفله كويسه عشان نحفزهم للي جاي ان شاء الله باذن الله. تقول ايه بعد ما حضرش النهارده اي عضو مجلس اداره، ولا رغم ان هي مباراه مصيريه ومباراه نهائيه وتحقق فيها الصعود اذا الفرقه فازت، بالرغم من كده ان ما فيش حد من مجلس الاداره حضر؟ هو انا زعلان. انا كان نفسي هم يشاركوا فرحتنا وفرحه العيال. الماتشين النهائي واللي قبل النهائي مجلس اداره الفرقه اللي بتلعبنا كلها موجود بالكامل، وتشوفوا هم خارجين. انا حزين ان الناس خارجه. احنا فرحانين بدون، هقول لك ايه، بدون ابهاتنا، بدون الناس المسؤوله عننا، لان هو لو موجود وشاف الفرحه ديت، لو مش هقول لك لو من نادي، لو من جيبه هيطلع مكافاه كويسه جدا للعيال. وكفايه الفرحه ديت اللي احنا بنفرح فيها شعب راس البر ان شاء الله. ونوعدهم لو في مسانده من مجلس اداره نعمل حاجه كويسه جدا السنه الجايه بالاولاد دي. وانا برضو بشكر جدا اللعيبه اللي لعبت من غير جنيه يا استاذ هشام، ما خدوش جنيه حتى مواصلاته. اللعيب بقى يجي لي عاوز 10 عاوز 20. الحمد لله كابتن معاطي انا بشكره برضه، الراجل على قد ما بيقدر بعد كل ماتش يطلع من جيبه 200 يطلع 300 عشان كل عيال ياخد 10 جنيه. العيال بتبقى مروحين بال10 جنيه فرحانين اكنهم اخدين 100 جنيه. غيرنا عامل مكافاه الماتش 1000 جنيه يا كابتن، واخد بالك؟ عامل 1000 جنيه والنهارده عامل 2000 واحنا مش عاملين 10 جنيه يا كابتن هشام. بس الحمد لله انا برضه بناشد الباشمهندس عصام والدكتور اسامه والحاج ابراهيم القشاوي رئيس النادي باللي هم وعدوا بيه، مكافآت للاولاد، مكافاه الصعود. سيبنا من الموسم اللي بقى احنا تعبنا، مكافاه الصعود للولاد وحفله كويسه تليق بالاولاد ان شاء الله. كابتن متشكر جدا. الله يخليك. الله يخليك.